باب بشع كتير. وشو هو هذا الباب؟ طلاق. عماد، ما تهددني، أنا ما بجي بهالأسلوب. بعرف راسك الكبير وعنادك، بعرف انك ما بتجي لا بهالاسلوب ولا بغيره، بس انا ما عاد اتحمل طفح الكيل، ما عاد اقدر اصبر لك، والله ما عاد عرفان حالي كاني متجوز ولا احزب. يا عمي نسيني انا نسيني، بس فكري بهذا الولد، لك عندك ابن عم يكبر وانت بعيده عنه. ابني جواتي، نجاحه يعني نجاحي، أنا نجاحي هو ضمان لمستقبله. لك انا ضمانكم انتوا الاثنين، لا تجننيني. ارجوكي رانيا اسمعي لقلك، رح اسمح لك تسافري هالمرة بس فترة قصيرة، بتروحي بتنهي كل امورك وبترجعي على بيتك، بتربي ابنك وبتعيشي معنا مثل اي اثنين عندهم عيلة، والا رح يكون الخيار الثاني هو الطلاق. طلاق؟ أنا كمان رح أترك الخيار لإلك والقرار لإلك، لأني أنا رايحة ورح أبقى هونيك. أما من شان آدم فالموضوع بيرجع لك، أنا مو مجنونة لأطلب الطلاق. دكتور عماد. شوفي آدم، والله يا امي كان رح يروح بين ايدي هداك النهار. لا 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 الله يخليكي، لا لا حجة، الله يكون بعونك، انت شو منزلك على المشفى؟ لا لا خلص، انت بس ادعي لنا، ادعي لنا وادعي له. اكل شو لك يا امي، اكل شو، بس هيك مرقت على البيت غيرت اواعيي وظبطت كم شغله لانه بدي اروح على العياده قبل ما ارجع على المشفى. ايه اكيد اكيد. لا امي صرت قايل لك 100 مره هاي القصه ما بقى تفتحي سيرتها قدامي. لك انو ام هي يا امي، انو ام ما بيعرفها غير بالفيديو بتعمل له هاي وباي. طيب خلص، ايه لو سمحتي بلاها هي السيره، مو ناقصني. ماشي الله يخلينا اياكي، لا تقطعينا بالدعاء، الله يخلينا اياكي. الله معك، الله معك حجة بالسلامة. يسعد أوقاتك يا مدام. أنا ممتاز، بس آدم بين ألطاف الله بالعناية المشددة. إن شاء الله تكون مشاريعك الطموحة مثل ما بدك. سلام. ايه، وعرفتي بأي مشفى؟ حبيبتي ليكي أنا حالياً ما فيني أظهر بالصورة معك نهائياً، بس ليكي أي شيء بتحتاجيه أنا رقبتي سدادة، جاهز لأي شيء. طيب حبيبتي، طيب ألو، انتبهي على حالك إيه؟ وطمنيني. ماشي، مع السلامة. ابن عم يموت. ايه؟ رب ضارة نافعة. يا أمي ما بيصير هيك، ليش أنت لا تخبريها؟ أمرك يا ست الكل، أمرك. خلص اللي بدك إياه بيصير، ولا شيء. سلامتك دعينا. شو ذنب امك؟ انت يلي بعتت المسج لام ادم. بعت لها المسج على الواتساب على رقمها يلي بدبي، مشان تحس بذنبها هي وهنيك، هي وبعيدة عن الولد، مو على أساس تكون هون وتخلق لي بتاكسي بعد نص ساعة. عماد اهدى،
ما رح اهدى. وانا طبيب، وانا اللي بعرف شو هي مصلحة ابني. بس هيك حرام، ما بيصير. شو هو اللي ما بيصير بالله؟ اسمعي لأقول لك لأنا فيني اعتمد عليكي انك تكوني جنب ادم؟ طبعا، وبدون ما تسأل هيك سؤال، بس خبرني بالأول شو في ببالك. شغلة واحدة بس، الزيارات ممنوعة لعند آدم، ممنوعة لمين ما كان يكون، وخصوصي هي اللي مسميها حالها أمه. شو يا سيد عماد؟ بدك تمنعني شوف ابني؟ واحد بتقول له أهلا وسهلا بيقول لك بدك تمنعني شوف ابني، يتكرم عينك، رح نجاوبك، بدي أمنعك. أو لأمتى يعني؟ أنا بوشي طالعة على الشرطة. روحي لوين ما بدك، بس تذكري حطي ببالك إنه ساعة اللي بدك تجيبي الشرطة بدك تتحملي المسؤولية أنت وياهم لأي احتمال انتكاسة بصحة الطفل. وبأي حق بدك تحملني المسؤولية؟ لأني أنا طبيبه، أنا اللي مانع الزيارات. لك أنت عم تمنع أمي تزور ابنها، ولك أنا أمه. شو يعني أمي؟ ما مر علي هذا المصطلح. أنت بتعرفي شيء؟ مر عليك مصطلح الأمومة؟ جدول أعمالك بيسمح لك تفرغي جزء من وقتك الثمين لحتى تهتمي بطفلك. قدرانة بهال4 سنين تقعدي جنب ابنك تضميه تحضنيه. زيارات للطفل ممنوعة.